ازيكم عاملين ايه؟ وحشتوني. النهارده بقى فيديو جديد، بس قبل ما ابدا الفيديو حابه ان انا اقول لكم كل سنه وانتم طيبين ودايما بخير. النهارده بقى هنعمل مع بعضينا بقسماط الافران. النهارده هوريكم ازاي تعملوه بطريقه سهله جدا، وازاي يطلع معاكم يعني هش كده وكريسبي من بره، وتحسوا ان انتوا بتاكلوا بسكوت بجد مش بتاكلوا بقسماط. النهارده هنعمل نص كيلو من الدقيق، وبجد هيعمل معاكم كمية حلوة جدا. هيعمل معاكم اكتر من 40 بقسماطة. النهاردة هنعمله بطريقة سهلة جدا، وبجد هيطلع معاكم ناجح. شايفين قد ايه بيقطم قطم، يعني بجد طريقته سهلة جدا، وطريقة كمان يعني ناجحة. اتمنى ان فيديو النهارده يعجبكم، واتمنى بجد ان انتوا تجربوا البقسماط بالطريقه دي، وانا متاكده ان هيطلع ناجح معاكم وهينجح معاكم من اول مره. بس قبل ما يبدا الفيديو، لو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تحطوا له لايك، ولو اول مره تشوفوا قناتي ولسه ما اشتركتوش اشتركوا. ويلا بينا على طول نبدا. هي دي بس كل المكونات البقسماط اللي انتوا شايفينها قدامكم. معايا 500 جرام من الدقيق، طبعا لازم يكون ناخلينه في الاول. وهحتاج كمان معلقتين كبار من السكر، وكوبايه من الميه الدافيه، ونص كوبايه من الزيت، وباكو من البيكنج باودر، وباكو من الخميره الفوريه، ورشه ملح. هنشتغل بقى في العجان، يعني لو موجود عندكم العجان، مش موجود يبقى ممكن تشتغلوا عادي على ايديكم، مفيش مشكله. اخد بقى كل المكونات الجافه دي كلها مع بعض: الدقيق مع السكر مع البيكنج باودر مع الخميرة الفورية مع رشة الملح. هقلب بقى في الأول كده، الأول نخلط كده كل المكونات الأول في الجافة مع بعضيها. وبعد بقى ما نخلط المواد الجافة كده مع بعض، هنبتدي بقى ننزل بالزيت. هنا بقى هنعمل عملية، بس يعني احنا بقى هنبتدي نبس كده زي يعني ما بنبس الكحك بالظبط، يعني كأننا بنعمل كحك. الطريقة دي بجد هتفرق معاكم خالص في البقسماط، هتطلع معاكم البقسماط كده هش ومفرغ من جوه. ونوقف كده يعني العجان شوية، وبعد كده لو في اي حاجة في الجوانب نحاول ان احنا ننزلها علشان نخلي الدقيق يتغلف كويس جدا بالزيت. وبعد كده بقى نوقف العجان تاني، ونجيب بقى يعني اللي تحت كده فوق بالشكل ده، علشان احنا عايزين الدقيق يتغلف حلو يعني كويس جدا بالزيت. الطريقة دي بجد هتفرق معاكم خالص خالص في البقسماط، هتطلع معاكم البقسماط فعلا هش. يعني الطريقة دي يعني أو الوقت ممكن من 5 دقايق ل10 دقايق، لحد بس ما الدقيق يختلط كويس بالزيت. وبعد كده بقى نبتدي بقى ننزل بالمية، اللي هي كوباية من المية الدافية، بس أهم حاجة يعني تكون دافية علشان تنشط معانا الخميرة. وبعد كده بقى برضو نجيب يعني اللي تحت فوق كده، علشان ايه كل الدقيق يختلط كويس كده بكوباية المية اللي احنا حاطيناها. وهنا بقى في الخطوة دي مهمة جدا، لازم بقى يعني نديها حقها، نعجن كده شوية كده، يعني مش أقل من 10 بقى. ما عندكوش العجان يبقى الخطوة دي مهمة، ان انتوا هتعجنوا بقى على ايديكم، بس هتعجنوها كويس. معلش بقى كان صوت الستيلا بنتي طلع في الفيديو. وبعد كده بقى آخر حاجة هنلم بيها العجينة 3-4 معالق من الزيت. يعني 3-4 معالق من الزيت هيفرقوا معاكم خالص في العجينة، هتطلع معاكم العجينة ناعمة ناعمة، مش قادرة اقول لكم فعلا هتطلع معاكم قد ايه ناعمة، وملمسها فعلا ناعم جدا. هتفرق معاكم بجد المعلقتين او ال3 معالق اللي هتحطوهم في الاخر، اللي انتوا هتلموا بيها العجينة. شايفين العجينة عاملة ازاي؟ العجينة هشة ويعني طرية جدا، وتحسوا ان هي ناعمة. هي العجينة طرية بس مش بتلزق، اهم حاجة ان هي ما تلزقش في ايديك، يعني تكون العجينة طرية وملمسها ناعم، تحسوا ان هي ناعمة خالص، بس اهم حاجة مش بتلزق في ايديكم. فانت حاولوا ان انتوا يعني تعجنوها كويس لغاية ما تبصوا تلاقوا ان العجينة معاكم بقت ناعمة خالص. وبعد كده بقى هنغطيها. وهنا بقى معايا سمسم، هضيف معاه 3 معالق كده من المية، علشان بس لما اجي احط عليه البقسماط، صوابع البقسماط، ان تخلي السمسم يلزق وما يقعش كده من على البقسماط. لو بتحبوا كمان حبة البركة بقى ممكن تزودوا كده معلقة أو معلقتين مع السمسم، تخلطوهم كده مع السمسم، أو ممكن تشتغلوا بالسمسم بس، يعني حسب ما انتوا بتحبوا. هنا بقى العجينة معايا ريحت، بس أنا سبتها بس 10 دقايق بس، مجرد إن هي تريح. هي هنا يعني أنا ما سبتهاش إن هي تخمر، احنا هنخمرها بعد التشكيل مش قبل التشكيل. ونغطيها بقى ببلاستيك أو ممكن بقى فوطة مطبخ نضيفة كده، أهم حاجة نغطيها عشان بس العجينة وشها ما ينشفش معانا. ونبتدي بقى نشكل البقسماط، هناخد كده قطعة كده ونعملها زي رول كده زي ما انتوا شايفين، ونشتغل بكف ايدينا، ولو في اي حاجة كده بقى مش مظبوطة على الحروف نحاول ان احنا نسويها.
لو انتوا حابين بقى ان انتوا تشتغلوا كده بمسطرة وتطلعوا كده يعني مقاس البقسماط كله مقاس واحد، يبقى ممكن تشتغلوا كده بالمقسطرة، يعني تقيسوا كده وتقطعوا الزيادات اللي في الحروف، او ممكن تشتغلوا كده زي ما انا اشتغلت كده ممكن بالنظر، يعني هو مش محتاج كده ولا مسطرة ولا اي حاجة، يعني انت لو حابين تظبطوه يبقى يطلع كله مقاس واحد. وبعد كده هناخد بقى البقسماطة هننزلها كده في السمسم، وبعد كده هنرجع تاني نحطها في الصينية. الصينية انا يعني ما دهنتهاش ولا زيت ولا سمنة ولا اي حاجة خالص، يعني الصينية هنا مش مدهونة اي حاجة. ونبتدي بقى نرص كده البقسماط كده كله جنب بعضه، مفيش اسهل من كده. شايفين بقى طريقته سهلة ازاي؟ طريقته سهلة جدا، يعني لو عملته يعني كمان كمية كتير من البقسماط، لو عملته يعني كيلو ضعفتوا الكمية دي مش هتاخد بجد معاكم اي وقت خالص. الطريقة سهلة جدا. اهم حاجة بقى واحنا شغالين كده لازم نكون مشغلين الفرن قبليها على درجة حرارة 200. هو بيخش على درجة حرارة متوسطة، بس في الأول احنا هنشغل درجة الحرارة على 200، وبعد ما الفرن تسخن يعني نحاول نسخنها كده قبلها ب10 دقايق، وبعد كده أول ما البقسماط يخمر ويتضاعف حجمه زي ما انتوا شايفين يبقى هنقلل درجة الحرارة، يعني نخليها ننزلها لغاية 160. لو ما عندناش بقى تايمر يبقى هنخلي درجة الحرارة هادية جدا. لازم البقسماط يعني ندخله على درجة حرارة هادية علشان ما يتحرقش معاكم وياخد منكم لون على طول، من جوه هتلاقوه ني. وهتبصوا كمان تلاقوا ان البقسماطة نشفت معاكم. لازم اهم حاجة نار هادية، ولو كمان عندكم شواية يبقى نشغل الشواية، علشان الشواية يعني بتوزع درجة الحرارة كده في الفرن، وبتخلي البقسماط ياخد لون كده من فوق ومن تحت. شايفين بقى، شايفين قد ايه فعلا هو جميل هش جدا. انا عايزة كمان اسمعكم صوت القرمشة عاملة ازاي. بصوا بقى قد ايه فعلا هو كريسبي، مش مستحمل، هش جدا جدا جدا، يعني مش مستحمل. شايفين كأني ماسكة يعني سحابة، مش ماسكة اي حاجة خالص في ايديا. بجد مظبوط جدا، مقاديره مظبوطة. اتمنى بجد ان انتوا جربوه بالطريقة دي. وكمان اهم حاجة لازم البقسماط بيتسوى على درجة حرارة تكون هادية جدا، ولو يعني خد معاكم لون من تحت ولسه ني من فوق يبقى هتشغلوا عليه الشواية علشان ياخد لون ذهبي كده حلو من فوق زي تحت. وبقسماط يعني كوباية شاي، ما ينفعش نفوت يعني الفرصة دي. شايفين بقى البقسماط عاملة ازاي دايبة بس يعني، وهشة في نفس الوقت، وما بتقعش كده منكم في الشاي. لما تيجي تنزلوها كده في الشاي تبص تلاقي ان هي متماسكة كده وماسكة نفسيها، مش تقعدوا تدوروا عليها كده في كوباية الشاي ما تلاقوهاش. بجد بقسماطة حلوة جدا جدا، لازم بجد تجربوه. طريقته سهلة جدا، ومن نص كيلو دقيق عملنا الكمية الكبيرة دي. على فكرة أنا يعني الكمية كان ضعف الكمية اللي شايفينها دي، بس للأسف يعني النص الكمية التاني اتنسف على طول أول ما طلع من الفرن. وبس كده، أتمنى إن فيديو النهاردة يكون عجبكم. ولو عجبكم فيديو النهارده متنسوش تحطوا له لايك، متنسوش كمان تشتركوا على صفحتي على الفيسبوك بنفس اسم قناتي على اليوتيوب. وبألف هنا على كل اللي هيجرب وصفة النهارده، واشوفكم تاني على خير في فيديو جديد، باي باي.